السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبايبي طلاب اولى ثانوي في كل مكان في مصر. اهلا وسهلا بيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. طبعا يعني معذرة اعذروني، انا كنت والله بعمل لكم للناس اللي بتتابعني، طبعا حابب اشكركم. كنت بعمل لكم والله مراجعة يعني جامدة قوي، بس للاسف انا تعبت في النص وما قدرناش نكملها، فسامحوني. برضو عشان برضو نوضح للناس اللي بتكتب في الكومنتات هو ده اللي هيجي منه. يا جماعة احنا لما بنقول لكم متوقع مش معنى كده ان احنا لا سمح الله بنسرب امتحان او بيبقى معانا امتحان، لا والله ابدا. حتى لو معانا مستحيل نعمل كده، ولكن هي الفكره كلها ان احنا بس بنجمع اسئله الكتاب الوزاره والتقييمات، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى قريبين من فكره السؤال، مش من السؤال نفسه، من فكره السؤال. خلاص، يا ريت الناس بس تكون فاهمه الحته دي. نبدا بقى بسم الله في كام نموذج كده مع بعضينا، مجمعين فيه الحمد لله بفضل الله تعالى اسئله كتاب الوزاره واسئله التقييمات وشويه اسئله من عندنا باذنك يا رب ما يخرجش منهم الامتحان. تعال نشوف النموذج الاول. بيقول لك هنا اقرا ثم اجب. بص يا سيدي، عشان بس انت ما توجعش قلبك وتوجع دماغك، هو عموما القراءه او النصوص السؤال بيبقى مباشر. ممكن النصوص تبقى سؤال الدلاله مش عارف ايه، حتت كده هي اللي فيها يعني حوارات. النحو معروف نواتج تعلم ساعات بيرخم سيكا، البلاغه وهكذا. لكن القراءه والنصوص ما بيحطلكش حاجات اللي هي معقده، بتبقى حاجات مباشره. فانت النمط بتاعك لما تيجي تحل تعمل ايه؟ انا اقول لك بص يا سيدي، هو هنا الراجل عامل لك مقابل. تعال ننزل كده. بيقول لك هات مرادف كلمه يجيد من فهمك للفقره الاولى. حلو الكلام. طيب تعال نطلع. ادي يا عم الفقره الاولى. بيقول لك ابو زيد حنين بن اسحاق العبادي، عالم ومترجم وعالم لغات وطبيب عربي مسيحي من اهل الحيره بالعراق. حلو الكلام، حلو الكلام. ولد عام 194 هجريا 810 ميلاديا. ولد لاب يشتغل بالصيدله، علمه اللغات وهو مؤرخ ومترجم، ويعد من كبار المترجمين في ذلك العصر. وكان يجيد بالاضافه للعربيه السريانيه والفارسيه واليونانيه. تفتكر كده يجيد يعني ايه؟ تعال ننزل لها ونشوف يجيد يعني ايه يا عم الحاج. يجيد هنا اهو، هو بيقول لك الراجل اهو بيقول لك يعثر ولا يتحسن ولا يعلم. لا طبعا باينه قوي ان هي ايه؟ يتقن. باينه قوي ان هي ايه؟ يتقن. يبقى هو ده النمط اللي حضرتك هتمشي بيه. تنزل تقرا لي السؤال وتطلع تبص على القطعه، تنزل تقرا لي السؤال وتطلع تبص على القطعه. حلو الكلام. بيقول لك حدد مما يلي المراد بكلمه مقابل في الفقره الثالثه. حلو الكلام. تعالى يا عم هات لي الفقره الثالثه. بيقول لك عينه الخليفه العباسي المأمون مسؤولا عن بيت الحكمه وديوان الترجمه، وكان يعطيه بعض الذهب مقابل ما يترجمه الى العربيه من الكتب. حلو الكلام. يبقى انا هنا كده معايا ايه؟ معايا مقابل اللي هو بيترجمه. حلو الكلام، جميل الكلام. طيب هنا بيقول لك معناها ايه؟ هديه ولا منحه ولا تفضل ولا اجر؟ لا طبعا يعني اجر. ممكن قد يسال سائل يقول لي ليه مش منحه؟ اقول لك المنحه دي او المنحه قريبه من الهديه وهي هبه. المنحه بتبقى زياده على الاجر، زياده على الاجر، ولكن الاجر ثمن مقابل شيء، بتعمل حاجه بتاخد قدامها حاجه ثانيه. حلو الكلام، حلو الكلام. ميز مما يلي ما يدل عليه تعيين المأمون حنين مسؤولا عن بيت الحكمه. حلو الكلام. طيب هنا بيقول لك ليه الخليفه المأمون عين الراجل ده مسؤول عن بيت الحكمه؟ تقليده لغيره، ولا انه شديد القرب منه، ولا اتقانه الترجمه، ولا انه طبيب لا مثيل له؟ طيب السؤال ده مساتير، واقول لك يا حبيب اخوك انت لازم هنا تطلع تبص بصه سريعه على القطعه عشان تعرف الراجل عينه ليه. حلو الكلام. تعالى هنا بيقول لك ايه؟ عينه الخليفه مسؤولا عن بيت الحكمه وديوان الترجمه، وكان يعطيه بعض الذهب مقابل ما يترجمه الى العربيه من الكتب. ورحل كثيرا الى فارس وبلاد الروم، وعاصر 9 من الخلفاء، وله العديد من الكتب والمترجمات التي تزيد عن الماء. يعني انت كده في المختصر المفيد في الخفيف خفيف تفهم ان الراجل ده كان حلو في الترجمه. فالراجل راح قال له تعالى يا عم الحاج، خد انت راجل حلو وراجل تمام، خد لخص لي الكلام ده كله ترجمه لي لايه؟ للعربي. حلو الكلام. يبقى هنا هتلاقي عنده ايه اهو؟ اتقانه الترجمه. يبقى يتقانوا لايه؟ للترجمه. طيب عاصر حنين في حياته من الخلفاء 6 ولا 7 ولا 9 ولا 10؟ تعالى نطلع تاني، معلش حقك على اخوك. حاضر. هنا بيقول لك ايه؟ احنا لسه قاريينها بس نجيبها تاني. وكان يعطيه بعض الذهب مقابل ما يترجمه الى العربيه من الكتب، ورحل كثيرا الى فارس وبلاد الروم، وعاصر 9 من الخلفاء. يبقى عاصر كام واحد؟ 9. عاصر كام واحد؟ 9. يبقى انا هنا عمنا كده معايا ايه؟ معايا 9 اهو. حلو الكلام. بص بقى، حته حلوه، حته جميله فيها فكره. تعالى معايا استنتج العنوان المناسب للفقره الاخيره. تعالى بقى معلش الله يبارك لك، اقرا كده منهج حنين في الترجمه، ولا براعه حنين في العلوم الرياضيه، ولا براعه حنين في طب العلوم، ولا خلو كتب حنين من الاخطاء؟ تعالى نطلع نشوف الدنيا ايه عامله ازاي. حلو الكلام، حلو الكلام. بيقول لك هنا ادي الفقره الثالثه اهي. كان له طريق خاص في الترجمه يخلو من الاخطاء،
والعيوب حيث يأتي الجملة فيحصل معناها في ذهنه ويعبر عنها من اللغة الأخرى بجملة تطابقها. حلو الكلام، الراجل يعني فرود بيخلص. حلو. سواء ساوت ألفاظها أم خالفتها، ولم تحتج كتب حنين بن إسحاق إلى تهذيب يعني تعديل إلا في العلوم الرياضية، لأنه لم يكن قائما بها، بخلاف كتب الطب والمنطق والطبيعة والإله، فإن الذي عربه منها لم يحتج إلى الإصلاح، وتوفي في سامراء عام 260 هجري. يبقى الخفيف خفيف المختصر المفيد اللي انت فهمته ان ده منهج الراجل ده فين؟ في الترجمة. طب قد يسأل سائل يقول لي ليه ما جبتش مثلا هنا اهو؟ ليه تقول لي ليه مثلا يا مستر انت ما قلتش هنا خلو منهج حنين في الترجمه ولا خلو كتب حنين من الاخطاء؟ لا سوري معذره ان احنا هناخد خلو كتب حنين من الاخطاء. طب ليه يا مساتيرو؟ اقول لك لان الراجل هنا بيقول لك ان معظم الكتب كلها ما كانش فيها اخطاء. بيقول لك هنا محتاجه لتهذيب. يعني ايه تهذيب؟ مش يعني تعديل، مش تصليح اخطاء. يبقى ده كان خلو كتب مين؟ حنين من الاخطاء. حلو الكلام، حلو الكلام. ما علاقه قوله جعلت الخليفه بعينه طبيبه الخاص بما قبله في الفقرة الثالث؟ حلو الكلام، جميل الكلام. عايز علاقة جمل ببعض. تعالى هنا، تعالى يا باشا اطلع لي الفكره الثالثه. انت فين انت فين انت فين؟ ادي 1 2 ادي 3. حلو الكلام. قال لك عينه الخليفه العباسي مامونا مسؤولا عن بيت الحكمه وديوان الترجمه. هتقول لي يا مستر انا بتخنق من القراءه المتحرره. اقول لك معلش بقى، ده مغرز ولابد منه، هنعمل ايه؟ ما احنا لازم نحلها، هنسيبها يعني في الامتحان؟ اكيد لا. طيب، وديوان الترجمه وكان يعطيه بعض الذهب مقابل ما يترجمه الى العربيه من الكتب، ورحل كثيرا الى فارس وبلاد الروم وعاصر 9 من الخلفاء، وله العديد من الكتب والمترجمات التي تزيد عن 100، واصبح المرجع الاكثر للمترجمين جميعا، ورئيسا لطب العيون، حتى اصبحت مقالاته العشره في عين اقدم مؤلف على الطريقه ماشي في طب العيون، واقدم كتاب مدرسي منتظم على فوائد تاريخ البحث العلمي في امراض العيون. حلو. وسمعته، بص بقى، وسمعه حنين بن اسحاق كعالم ومترجم بالاضافه الى علاقته القويه مع الخليفه المتوكل جعلت الخليفه يعينه. انا بعرف منين يا مستر يا جميل يا حلو يا مقطقط؟ اقول لك انا دلوقتي الفرق ما بين التعليل والنتيجه. التعليل انت بتحط عشان او لكي، ينفع اقول هنا لكي جعلت الخليفه يعينه الطبيب الخاص؟ هتقول لي ما هتمشي. اقول لك بس لما اقول لك عشان كده جعلت الخليفه، ان هنا في سبب، ان سمعته الحلوه وان هو مترجم علاقته قويه بيه خلت الراجل ده يعمل ايه؟ يعينه طبيبه الخاص. اذا الاجابه هي نتيجه، قريبه قوي من التعليل، فخ بس خلي بالك. حلو الكلام، جميل الكلام، ماشي الكلام. طيب بيقول لك ميز الصوره التي عرض عليها الكاتب الفقره الاخير. حلو الكلام. طيب هنا هو بيقول لك مشكله وحل، ولا راي ودليل، ولا ظاهره وتفسير، ولا زعم وتفنيد؟ حلو الكلام. مشكله وحل دي لما اعرض لك حاجه وابتدي ان انا اديك حلول عليها، مشكله انفجار سكاني، مشكله زحمه طرق، وابتدي اقول لك ان احنا هنعدل. اذا مشكله وحل يا اخويا مش معايا. طيب راي ودليل، هو ما قالش رايه في حاجه وقال دليل عليه، ولا قال ولا ما قالش؟ سيبها دلوقتي. طب ظاهره وتفسير، لا ما عنديش اي ظاهره. ظاهره دي يعني ظاهره كونيه، احتباس حراري، انفجار، ازمه طاقه، اي حاجه بفسر اللي حصل، انفجار، حوادث، الكلام ده كله، حاجه مثلا الهيه، حاجه طبيعيه، كل دي هي الظواهر والتفسير. حلو الكلام. طيب هنا زعم وتفنيد. زعم ده يعني كلام انا بقوله، وهنا حاجه انا بفندها، حاجه انا بفندها. حلو الكلام، جميل الكلام. فهنا كده حلو الكلام، جميل الكلام. بيقول لك ميز الصوره التي عرض عليها الكاتب الفقره. احنا استبعدنا هنا يا اخواتي مشكله وحل، واستبعدنا ظاهره وتفسير. طب هتقول لي زعم وتفنيد ليه ما تنفعش؟ انا اقول لك اختار هنا اخوك علوه ياخد راي ودليل. ليه؟ لان الراجل قال رايه وادى ادله عليه ان هو جعله ان هو يبقى مسؤول عن الترجمه، وان الراجل كان كويس في الترجمه، وان الراجل كان شاطر وعاصر 9 من الامراء وهكذا. طب ليه يا مساتيره مش زعم وتفنيد؟ اقول لك الزعم والتفنيد ده لما انا اقول حاجه وابتدي ان انا افضل اشرح فيها، يعني بيبقى غالبا راي شخصي، لكن هنا رأيي ده رأي عام، ان الراجل ده شخصية معروفة مش حاجة شخصية. حلو. هات من المقال العبارة التي تدل على تقدير حكام المسلمين للعلم والعلماء، واصبح المرجع الاكبر للمترجمين جميعا ورئيسا لطب العيون، بلح انساني مقطع عنواني، ماشي، وهو مؤرخ ومترجم ويعد من كبار المترجمين في ذلك العصر، ماشي، وكان يعطيه بعض الذهب مقابل. طب بس هي دي ليه بقى؟ لان هو الراجل هنا بيقول لك اهو، يبقى هنا الراجل بيقول لك بيقول لك ان هو من كتر تقديره للناس كان بيديله فلوس على اللي بيترجمه. انا كنت ممكن اديله مزايا تفاحيه وامشي حالي. حلو. تعال لي للقطعه الثانيه.
احنا بنتكلم هنا في مجموع درجات كبير. ها، التكافل الاجتماعي، وهو طبعا دي قطعه متوقعه قوي والله في بعض الادارات. يعني التكافل الاجتماعي ماشي، انا مش هحرق قلبي وايه وقلبك معايا في ان انا اقعد اقرا كل ده. انزل يا باشا بعد اذنك اقرا لي السؤال واطلع اقرا القطعه. معنى كلمه الجور في الفقره الاولى. تعالى يا باشا، بيقول لك هنا التكافل الاجتماعي وان يتساند المجتمع افراده وجماعته بحيث لا تغطي مصلحه الفرد على مصلحه الجماعه. حلو الكلام. ولا تذوب مصلحه الفرد في مصلحه الجماعه، وانما يبقى للفرد كيانه وابداعه ومميزاته، وللجماعه هيمنتها وسيطرتها على ايه؟ فيعيش الافراد في كفاله الجماعه، كما تكون الجماعه متلاقيه في مصالح الاحاد ودفع الضرر عنهم. حلو الكلام، جميل الكلام. فالظهر مهما بلغ معوله لا يستطيع هدم مجتمع تحصن بالاخلاق العظيمه ورفعته بين البشر مبادئ تهدف الى تحقيق الرعايه الاقتصاديه والاجتماعيه والاخلاقيه لجميع ابناء المجتمع. حلو الكلام. فلم يقتصر علاج الفقر على تشريع الزكاه فقط، بل شرعت موارد اخرى لنشر البر والاحسان لا يفسد لها معين ولا ينقطع عنها رافد. فالتكافل الاجتماعي تعاون ابناء المجتمع فرادى وجماعات على تحقيق الخير ودفع الجور. تعالى بقى معلش، انزل لي كده، انزل لي يا باشا. هنا بيقول لك كلمة الجور، عايز معنى كلمة الجور. حلو. هل هي القرب؟ والله ابدا. هل هي الشر؟ انسان يوقع عنواني. هل هي الاساءة؟ قريبة بس مش هي. امال مين يا عم الحاج؟ هي الظلم. يبقى هي مين؟ الظلم. حلو الكلام. طيب نظبط بس الخط سيكه كده عشان انا كده مش مرتاح بصراحه. ماشي. استنتج علاقة قوله أن يتساند المجتمع أفراده في الفقرة الأولى بما قبلها. حاضر يا باشا بعد إذنك. تعالي لي يا بطة وأنا مالي هي. أهو التكافل الاجتماعي هو أن يتساند المجتمع. خلي بالك إنه قال لك التكافل الاجتماعي وراح معرف بالضمير. ما دام في تعريف بالضمير يا سعادة الباشا إن ده كده يروح مديني توضيح. يديك إيه؟ توضيح. بس كده. خالصه بالصلصه، خالصه بالصلصه. هات لي دي كده معلش، ادي اهو توضيح. استنتج دلالة التعبير بقوله. دلالة التعبير يعني المعنى نفسه بيدل عليه، بيعبر عن ايه اللي انت فهمته من الكلمة دي او من الجملة دي. ولا تذوب مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة بالفقرة الاولى. حلو. يكون للفرد ذاته كيان ورحى وامان الفرد شجاعة وحماسة الجماعة الاثرى والانانية. انا عن نفسي وكلنا ونموذج الاجابة الموديل انسر بيقول لك ان هو يكون للفرد ذاته وكيان. ليه؟ لان هو بيقول لك اهو لا تذوب مصلحه الفرد في مصلحه الجماعه. يعني ما يحصلش ميكس، كل واحد وليه حاجته. متى يحقق التكافل الاجتماعي اهدافه كما تفهم من الفقره الاولى. حلو الكلام. تعال نطلع للفقره الاولى كده، الله يبارك لك، عشان برضو ما نبقاش بنهبط. بيقول لك التكافل ان يتساند المجتمع افراده وجماعته. حلو الكلام. بحيث لا تغطي مصلحه الفرد على مصلحه الجماعه، ولا تذوب مصلحه الفرد في مصلحه الجماعه، وانما يبقى للفرد كيانه وابداعه ومميزاته، للجماعه هيمنتها وسيطرتها. كتر خيرك. تمام. فيعيش الافراد في كفاله الجماعه كما تكون الجماعه متلاقيه في مصالح الاحاد، يعني كلهم مع بعض. حلو. ودفع الضرر عنهم. فالظهر مهما بلغ معوله لا يستطيع هدم مجتمع تحصن بالاخلاق العظيمه. تحصن بالاخلاق العظيمه. ماشي. ورفعته بين البشر مبادئ تهدف الى تحقيق الرعايه الاقتصاديه والاجتماعيه والاخلاقيه لجميع ابناء المجتمع. ماشي. فلم يقتصر علاج الفقر على تشريع الزكاه فقط. خلي بالك بقى ان هو كده راح يعمل بيتكلم على على امور دينيه، امر ديني الزكاه، بل شرعت موارد اخرى لنشر البر والاحسان لا يفسد لها معين ولا ينقطع عنها رافض. في التكافل الاجتماعي تعاون ابناء المجتمع فرادى وجماعات على تحقيق الخير ودفع الجو. على تشريع. فلم يقتصر على علاج الفقر على تشريع الزكاة فقط. يبقى هنا متى يتحقق التكافل الاجتماعي أهدافه كما تفهم من الفقرة الأولى؟ حينما تفتقد الجماعة سيطرتها وهيمنتها بلح. حينما يعجز الدهر عن هدم الأفراد الذين تحصنوا بالأخلاق يمكن. حينما تتحقق الرعاية الاجتماعية للأبناء المجتمع. حينما يتساند المجتمع أفراده وجماعته بحيث لا تغطي مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة. أهو كده أنت حققت تكافل اجتماعي لما مصلحة الفرد ما تغطيش مصلحة الجماعة، ما تغطيش على مصلحة الفرد. حدد مما يلي العنوان المناسب للفقرة الثانية.
تعالى نطلع. معلش هي فرهضه، انا عارف ان هي فرهضه وان الناس كتير بتتخانق، بس طول بالك يا اولاد. لو حسيت ان انت بزهق او ملل، خد نفس من مناخيرك طلعه من فمك، هتلاقي الدنيا بدات تهدى معاك شويه. حلو الكلام. يعني عمليه متكرره، ده في اللجنه، انا مش بتكلم وانت بتشوف الفيديو. ماشي. هنا بيقول لك ايه؟ هو كان عايز ايه؟ انا نسيته المصحف. انت فين؟ حدد ما هي العنوان المناسب للفقره الثانيه. تعالي يا بنتي، تعالى ما نشوف الفرهده دي اخرتها ايه. هو مفيش آية تانية اللي مكتوبة. هناك نظرة قاصرة لبعض الباحثين في النواحي الاجتماعية للمجتمع المسلم مفادها أن نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام قاصر على ضمان الأمور الضرورية والحيوية بالنسبة للفرد والجماعة. ماشي. ومرتكز على جوانب معينة من البر والإحسان والصدقة لفئات الفقراء والمحتاجين والعاجزين. والحق أن نظام التكافل يشمل تربية عقيدة الفرد وضميره وارتباط الأسرة وتنظيمها وتكافلها وتنظيمها العلاقات. كتر ألف خيرك. الاجتماعية كربط الفرد بالدولة وربط الدولة بالجماعة وربط الأسرة بذوي القرابات، ويشمل كذلك تنظيم المعاملات المالية والعلاقات الاقتصادية. وخلاصة القول أن نظام التكافل في الإسلام يكاد ينتظم التشريع الإسلامي كله، لأن غاية التكافل هو إصلاح أحوال الناس. أظن أنت كده سعادتك جبتها وفهمت إن هو هنا بيتكلم إيه. أهو سبب اهتمام الإسلام بالتكافل، المفهوم الواسع للتكافل، تنظيم المعاملات المالية، التكافل من ضمنها طبعا سبب اهتمام الإسلام بالتكافل. ما شرط استقامة العقيدة كما تفهم من الفقرة الأخيرة؟ حلو الكلام. تعال هات الفقرة الأخير. معلش استحمل اخوك. او ينتظم التشريع الاسلامي. تعال بقى هنا. لقد اوضح الفقهاء القدامى وعلى راسهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه سبب اهتمام الاسلام بالضمان الاجتماعي ممثلا في مؤسسه الزكاه، بانه لا يمكن ان تستقيم العقيده وتنمو الاخلاق اذا لم يطمئن الفرد في حياته ويشعر ان المجتمع الاسلامي يقف معه ويؤمن له حاجاته الضروريه عند العجز او الحاجه. حلو الكلام. يبقى ده كده ايه؟ شرط استقامه البتاع ايه؟ وهو معالجة الفقر بالزكاة، اهتمام الإسلام بالضمان الاجتماعي، الاهتمام بالمعاملات المالية والاقتصادية، أن يطمئن الفرد في حياته على تحقيق ما يحتاج، معالجة الفقر بالزكاة والصدقات. أهي. هتقول لي يا مستر ما اهتمام الإسلام بالضمان الاجتماعي ده، أقول لك ماشي، بس وبعدين إيه شرط الاستقامة؟ قصة عنترة. وأخذ يحس الملل يدب إليه شيئا فشيئا، ووجد أن ذكرى أرض الشربة تعاوده بين حين وحين، فلا يكاد يمر به يوم بغير أن تتحرك شجونه، فإذا خلا إلى نفسه بعد زحمة اليوم جاشت همومه وصورته حتى جعلت الحيرة تصغر في عينيه وتضيق به. الراجل هنا من الآخر كده بيقول لك إيه؟ يا بلدي عايز أرجع بلدي. يبقى هنا إيه؟ أولا كراهية النعمان بلح، حب عبلة قريب بس مش ده اللي موجود، السخط والغضب برضو مش موجود. بيقول لك هنا الشوق والحنين للوطن، ده اللي الراجل كان بيشعر بيه. حلو الكلام. عمنا وعم الناس وعم كوكب الأرض أحمد بيه شوقي بيقول لك ايه؟ فلم ارى غير حكم الله حكما، ولم ارى دون باب الله بابا، ولا عظمت في الاشياء الا صحيح العلم والادب اللبابه، ولم ارى مثل جمع المال داء، ولا مثل البخيل به مصابه، فلا تقتلك شهوته وزنها كما تزن الطعام او الشراب، وخذ لبنيك والايام ذخرا، واعط الله حصته احتسابا، فلو طالعت احداث الليالي وجدت الفقر اقربها انتبابا، وان الشر يصدع فاعلي، ولم أرى خيرا بالشر آبا. عم الناس عايز ايه يا عم الناس؟ بيقول لك هات لي مرادف كلمة داء. طبعا داء يا اولاد يعني مرض او علة ومش محتاجة فقاقة، ولا هي علاج ولا هي كنز ولا هي شفاء، هي مفيش غير ايه؟ مرض. تمام. انا حاسس ان اللون مزاولكم شوية، فاحنا عايزين ايه؟ نغير اللون. ماشي. حدد مما يلي نوع اللون البياني في قوله لبنيك في البيت الخامس. حلو الكلام. طيب هو هنا الراجل بيقول لك ايه؟ بص خذ لبنيك والايام ذخرا. حلو الكلام. يبقى انت هنا يا اخويا معاك ايه؟ معاك هنا لبنيك وذخرا، انت معاك موصوف اللي هو الكاف، يبقى ده كده عباره عن ايه؟ عباره عن موصوف، ومعاك صفه اللي هي الذخر، ان انت هتحوش للعيال عشان ايه؟ الفتره اللي جايه. معاك صفه ومعاك موصوف، كنايه عن نسبه بوش رجلك الخارجي وانت مرتاح، يبقى دي كده ايه؟ كنايه عن نسبه.
وهي نسبة الادخار أو نسبة التوفير. ميز مما يلي نوع المحسن البديعي في الشطر الثاني بالبيت الأخير. الشطر الثاني بالبيت الأخير: ولم أرى خيرا بالشر آبا. أنت عندك يا عمنا خير وعندك شر، الاتنين دول كده ما بينهم إيه؟ ما بينهم تضاد، والتضاد ده بنسميه اسمه طباق، وأنت خدته الترم الأول. طب يا مستر يا مساتير، الطباق ده بيبقى يا سلبي يا إيجاب. سلب لو في نفي، إيجاب لو ما فيش نفي. هو الراجل مش عايز، بس هنا ما فيش نفي، يبقى ده طباق إيجاب. حلو الكلام، جميل الكلام، سالم الكلام. يبقى ده كده هنا معانا إيه يا عمنا؟ معانا طباق. هات من الابيات ما يدل على اثر فعل السوء على صاحبه. باينه قوي، وهي ايه؟ فلم ارى اهي وان الشر يصدع فاعليه. يعني الشر يا باشا كده كده هيعمل ايه؟ هيدوس على اصحابه. يبقى هنا وان الشر ايه؟ يصدع فاعليه. على ما يدل قوله ولم أرى دون باب الله بابا في البيت الأول. طبعا قد يسأل سائل يقول لي هو هيجيب لنا السؤال بالهيافة دي؟ هقول لك والله يا أخويا التعليمات اللي جاية إن أسئلة النصوص والقراءة بتكون مباشرة. بعض الإدارات هي اللي ممكن بترخم، يعني إحنا عندنا جيزة العمرانية إدارة بصراحة قوية، امتحاناتها شديدة، بس إيه يعني مش قوي برضه. حلو. بيقول لك على ما يدل قوله ولم أرى دون باب الله بابا في البيت الأول: الخوف من الله. حلو. الخوف من الله ولا الرغبة في هنا في خطأ معلش. الرغبة في دخول الجنة ولا الإيمان بالله ولا اللجوء إلى الله والتوكل عليه. حلو الكلام. أولا هنا هو لم أرى دون باب الله بابا، مش شايف أي باب موجود قدامي غير باب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هنا الراجل أولا ما قالكش إن أنا عايز أدخل الجنة، ما فيش حاجة بتوضح ده. الخوف من الله يعني كلنا خايفين من ربنا، وهو الراجل خايف، ولكن برضه ما وضحش من ده. هو هنا بيقول لك اللجوء إلى الله والتوكل عليه. يبقى هنا اللجوء إلى الله والتوكل عليه، ان هو لم ارى دون باب الله بابا، يعني انا متوكل على ربنا ومش شايف اي باب تاني غير ايه؟ الباب ده. حدد مما يلي نوع الصوره في قوله فلا تقتلك شهوته. حلو الكلام. هي الشهوه بتقتل يا اخواتي؟ امال مين اللي بيقتل؟ الانسان او الحيوان او اي حاجه. يبقى هنا عمل ايه؟ شبه الشهوه. خلي بالك بقى امتى تبقى مكنيه وامتى تبقى تصريحيه. المكنيه يا اخواتي لما يقول لك ايه؟ شبهت كذا بكذا، اللي انت بتقول شبهت كذا موجود معاك في الجمله يبقى مكنيه. لكن لما اقول شبه حاجه مش موجوده المشبه به هو اللي موجود، يبقى كده تصريحيه. تاني، لما المشبه يبقى موجود، انا هنا بقول لك ايه؟ شبه الشهوه بانسان يقتل. ما دام شبه كذا المشبه موجود معاك، انا قلت ايه؟ شبه الشهوه اللي هي المشبه، يبقى ده كده وش بس خلاص مكنيه، مش عايز حاجه تاني، خلصت. لكن لما اجي اقول لك شبهت النقط المشبه به هو اللي موجود والمشبه مش موجود، يبقى دي كده وش ايه؟ تصريحي. ما الدعوه التي يتبناها الشاعر في البيت الثاني؟ تعالوا نطلع نجيب البيت الثاني في السريع في الخفيف. ولا عظمت في الاشياء الا صحيح العلم والادب اللباب. الراجل هنا بيقول لك انا ايه؟ مش بدح حاجه، انا بشكر وبحمد وكل حاجه زي الفل، بس ايه؟ بضرب التحيه لمين؟ للادب والعلم بس. ما الدعوة التي يتمناها الشاعر في البيت الثاني؟ الحرص على القناعة، الادخار حفاظا على اعتدال في الانفاق، الحرص على تحصيل العلم. خالصة كده يا اخواتي، الدنيا تمام الحمد لله تمام. بيقول لك هنا من مقال حوار في الادب للدكتور طه حسين: لم يرفع لي رأسه. ماشي تمام، عشان ما نفرطش نفسينا، تعالى بس نجيب في الخفيف خفيف كده ايه؟ ميز مما يلي المراد بكلمة ممعنا في الفقرة الأولى: مندفع، منصرف، مطيل، جاد، قوي، وشجاع. تعالى كده، انت فين؟ اهو بيقول لك هنا لم يرفع لي رأسه حين دخلت عليه، ولم يردد علي التحية حين أهديتها إليه، وإنما ظل مطرقا ممعنا في إطراقه. يبقى هنا ظل ايه؟ مطرقا ممعنا في اطراقه. ممعن مكمل. ممعن يقول لك اراك تمعن في شيء، يعني انا شايفك ان انت منسجم قوي مندمج قوي. يبقى هنا معايا ايه؟ مطيلا وجدا، ولا هنا قوي ولا شجاع ولا منصرف ومتسرع ولا مندفع وايه؟ واحد. حلو. ميز مضاد كلمه الاعراض من السياق الفقره الثانيه. عكس الاعراض ايه؟ تعالى نطلع، تعالي بقى اهو. بيقول لك هنا ايه؟ وقد اخذ قلمه ونثر هذه الصحف ليسجل ما يخطر له من الملاحظات، وكنت قلقا ان اضيق بهذا الاعراض الذي لقيني به. الاعراض يعني تجاهل
معنى الاعراض هنا يعني ايه؟ تجاهل. يبقى هنا يا اولاد انا معايا ايه؟ عكسها الترحيب. وجد الكاتب صاحبه حين دخل عليه منشغلا باللعب يكتب ملاحظات، يقرأ في كتاب، مستغرقا في نوم. طبعا كان بيعمل ايه؟ يقرأ في كتاب. ما المغزى من قوله ولم يردد عليه؟ سؤال المغزى ده يا اولاد برضه هو بتاع الدلالة. يعني انت فهمت ايه؟ الحوار بيدور على ايه؟ انت فهمت ايه الخلاصه ايه؟ وصلت؟ ما المغزى من قوله ولم يردد علي التحيه حين اهديتها اليه؟ بيان احتقاره وتجاهله له، بيان مدى انشغاله بالقراءه، بيان مخاصمته، اظهار العداوه. طبعا الراجل بيقول لك كان ممعن، وكان الراجل دماغه ايه؟ هتفرقع من كتر القرايه، فهنا بيان مدى انشغاله بالقراءه. حدد مما يلي نوع الصورة في يداعب به هذه الصحف. حلو الكلام. مين اللي بيداعب؟ يداعب هو. طب هنا هل الصحف شيء أصلا يداعب؟ خلي بالك، هل هنا اللي يداعب به الصحف، هل الصحف أصلا شيء يداعب؟ لا طبعا. يبقى هنا صور أهو، صور الشاعر مين بقى؟ أهو إن إيه؟ أن الصحف طفل يداعب. يبقى دي كده عباره عن ايه يا باشا؟ عباره عن حبيبتنا اختنا العزيزه، استعاره مكنيه. حلو. مقوله لم يرفع لي راسا حين دخلت عليه تدل على ان صاحب الكتاب لا يحب صاحبه، ما حصلش، متشائم منه وربنا ابدا، كفيف لا يرى. لا يا عم، راجل ازاي كان بيقرا وكان اعمى يعني؟ مستغرب. هتقول لي برايل، اقول لك لا مش كده، مش الدرجه دي. اقول لك ان هو كان مسحول في كتاب. حدد مما يلي العباره التي تدل على قوه العلاقه بين الكاتب وصاحبه. بيقول لك ايه؟ هو الراجل طلع فوق هنا برضه عشان برضه نرجع وما نبقاش بنهبد. هو الراجل هنا بيقول لك ايه يا اخويا؟ بيقول لك اولا هنا اهو، بيقول لك لولا ان الكلفه بيني وبينه مرفوعه، يعني انا وهو اخوات، احنا الاثنين المصلحه واحد، ما فيش ما بيننا حاجه، ولا انا ايه ماشيين منه ولا هو بيشين مني، وبنتراضى في الخفيف خفيف. يبقى هنا ايه اللي بيدل؟ اهو، حدد مما يلي العباره التي تدل على قوه العلاقه بين الكاتب وصاحبه. يبقى هنا ايه؟ اهو الكلفه بيني وبينه ايه؟ مرفوعه. ان انا وهو ايه؟ اخوات والمصلحه واحد. ما نوع المحسن اللفظي في الكلفه بيني وبينه مرفوعه والالفه بيني وبينه ايه؟ متصله. حلو الكلام. هنا اولا انت عندك حاجه اسمها ادي اهو المحسن اللفظي. حلو الكلام. هل ده جناس تام ولا هل جناس ناقص ولا هل ده تصريع ولا طباق؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انت كده كده عندك هنا كلمه طباق، مفيش حاجه اصلا عكس بعض، مفيش حاجه عكس بعض. حلو الكلام. حلو الكلام. جناس تام ما اعتقدش ان هنا في جناس تام، مفيش اي كلمات تشابه بعض. طيب هنا عندي ايه؟ تصريع؟ لا طبعا، التصريع ده بيبقى في الشعر، بيبقى في البيت الاول. طب ليه انا مستر انا قلت جناس ناقص؟ عشان انا عندي كلمه الكلفه والالفه الاثنين اهو يعتبر ما بينهم حرفين ايه؟ متغيرين. حلو الكلام. يبقى ده كده اسمه جناس ناقص. طب قد يسال سائل يقول لي بينه وبينه وبيني وبيني طباق، ليه مش طباق اجابه؟ اقول لك لا، ده هنا دي في جمله ودي في جمله، انا مش محتاجها دي، لكن انا عندي هنا الايه؟ الاوضح هي الكلفه والايه؟ والالفه. حلو الكلام. طيب هنا بيقول لك عصر حنين في حياتي من الخلفاء كم واحد؟ تعال نطلع كده نبص عليها في الخفيف خفيف مع بعض. بيقول لك هنا ايه؟ عصر 9 من الخلفاء. يبقى ده كده ايه؟ الراجل هنا عصر كم واحد؟ 9 من الخلفاء اهو. استنتج العنوان المناسب للفقرة الأخيرة. تعالى كده نطلع والنبي الله يبارك لك. هنا الفقرة الأخيرة كان له طريق خاص في الترجمة يخلو من الأخطاء والعيوب، حيث يأتي الجملة فيحصل معناها في ذهنه ويعبر عنها من اللغة الأخرى. الراجل بيجيبها وإيه وهي طايرة كان فرود بجملة تطابقها، سواء ساوت ألفاظها أم خالفتها. ولم تحتج كتب حنين ابن إسحاق إلى تهذيب إلا في العلوم الرياضية. حتى أنا عامل عليها خط أهو، إلا في العلوم الرياضية. يبقى أصبح هنا إن العنوان المناسب إيه يا جدعان؟ هو هنا أهو هنا هوبا هوبا هوبا. تعالي تعالي تعالي، أنت فين؟ أهي منهج حنين في الترجمة. طب براعة لا، طب براعة لا. طب ليه خلو كتب من حنين من الأخطاء ما تنفعش؟ لأنه بيقول لك إن في بعض الكتب احتاجت لتهذيب اللي هي بتاعت العلوم الرياضية. يبقى منهج حنين في الترجمة. حلو. بيقول لك ما علاقة قوله جعلت الخليفة يعينه طبيبه الخاص بما قبلها في الفقرة الثالثة؟
تعالى كده الله يبارك لك اهي انا عامل عليها خط. يقول لك جعلت الخليفه يعين طبيب الخاص وسمعه حنين ابن اسحاق كعالم ومترجم بالاضافه الى علاقته القويه مع الخليفه المتوكل جعلت الخليفه يعينه طبيبه الخاص. يبقى دي كده ايه يا جدعان؟ نتيجه. الله، طب ليه مش تعليل؟ عشان انا التعليل بحط قبله عشان، والنتيجه بحط قبلها عشان كده. ينفع اقول عشان جعلت؟ لا، عشان كده جعلت الخليفه يعينه طبيبه الخاص. يبقى دي تروح مدياني ايه يا عم الحاج؟ تديني هنا اهو نتيجه. ميز الصوره التي عرض عليها الكاتب الفقره الاخيره. حلو، هو عرض على ايه الفقره الاخيره اهي اللي هي دي؟ كان له طريقه الخاص في الترجمه يخلو من الاخطاء والعيوب، حيث ياتي الجمله فيحصل معناها في ذهنه ويعبر عنها من اللغه الاخرى بجمله طابقه سواء ساوت الفاظها ام خالفتها، ولم تحتاج كتب حنين بن اسحاق الى تهذيب. يبقى كل ده كله عباره عن ايه؟ راي الراجل وايه؟ ودليل عليه. لكن هنا ما ينفعش ان انا اقول ان ده عباره عن ايه؟ اهو ما ينفعش ان انا اقول ان دي مشكله وحل. مشكله دي يبقى انا في حاجه حصلت، حادثه، شيء حصل وانا بعرض لك حلول. طب هنا يبقى الاجابه بتاعتي راي ودليل. طب ظاهره وتفسير، ظاهره كونيه الكلام ده كله ببتدي ان انا افسرها. هنا زعم وتفنيد لما انا اقول اصلا راي شخصي وابتدي ان انا ايه؟ اشرحه. هات من المقال العباره التي تدل على تقدير الحكام المسلمين للعلم والعلماء. هنا بيقول لك ان الراجل كان بيديله فوق، لما احنا كنا بنجيب كلمه مقابل اجر، كان بيديله اجر مقابل الحاجات اللي هو بيعملها ايه؟ مقدار من الذهب. يبقى هنا كان يعطيه بعض الذهب مقابل ما يترجمه الى العربيه من الكتب. حلو الكلام. التكافل الاجتماعي هو ان يتساند. حلو الكلام، عشان ما نحرقش بنزين كتير انا وانت، ننزل نبص على الاسئله. حلو. بيقول لك هنا ايه اهو؟ ميز معنى كلمه الجور. الجور حلو في الفقره الاولى. تعالي كده اهي. بيقول لك في التكافل الاجتماعي تعاون ابناء المجتمع فرادى وجماعات على تحقيق الخير ودفع الجور. بيحقق الخير ويدفع الايه؟ الظلم. يبقى كلمه الجور يا اولاد يعني القرب، لا والله، يعني الشر قريبه بس مش هي، الاساءه تمشي بس مش دي. كلمه الجور يعني ايه؟ الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان افضل الجهاد عند الله قول كلمه حق في وجه سلطان جائر. يعني ايه جائر؟ يعني ظالم. استنتج علاقة قوله هو أن يتساند المجتمع أفراده في الفقرة الأولى. حلو الكلام. تعال نطلع أهو التكافل الاجتماعي. حلو الكلام. بدأ الراجل وقال لك هو يبقى بدأ إن هو يعمل إيه؟ بيعرف، وبيعرف بيفسر يعني بيوضح. يبقى العلاقة هنا يا إخواتي توضيح أهي، ولا تفصيل ولا تعليل ولا إيه؟ ولا نتيجة. بيقول لك استنتج دلاله التعبير بقوله ولا تذوب مصلحه الفرد في مصلحه الجماعه. بتدل على ايه؟ باينه قوي من ان هي موجوده هنا من غير ما اطلع للفقره. راحه وامان لا، الاثره والانانيه لا، شجاعه وحماس لا. طبعا يكون للفرد ذاته وكيان. متى يحقق التكافل الاجتماعي اهدافه كما تفهم من الفقره الاولى؟ لما نطلع هنا نقرا الفقره الاولى اهي، أن تتساند في أفراده وجماعته بحيث لا تغطي مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، ولا تذوب مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة، وإنما يبقى للفرد كيان وإبداع ومميزاته، والجماعة هيمنتها وسيطرتها، فيعيش الأفراد في كفالة الجماعة كما تكون الجماعة متلاقية في مصالح الآحاد ودفع الضرر عنهم. فالظهر مهما بلغ معوله لا يستطيع هدم المجتمع تحصن بالأخلاق العظيمة ورفعته بين البشر. مبادئ تهدف إلى تحقيق الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أبناء المجتمع. فلم يقتصر علاج الفقر على تشريع الزكاة فقط، بل شرعت موارد أخرى لنشر البر والإحسان لا يفسد لها معين ولا ينقطع عنها رافد. فالتكافل الاجتماعي تعاون أبناء المجتمع فرادى وجماعات على تحقيق الخير ودفع الجور. حلو الكلام. يبقى هنا إمتى يتحقق التكافل الاجتماعي؟ أهدافه كما تفهم حينما تفتقد الجماعة لا، حينما يعجز الظهر عن هدم الأفراد الذين تحصنوا بالأخلاق لا، حينما تتحقق الاجتماع الرعاية لك لا مش رعاية. يبقى هنا حينما يتساند المجتمع أفراده. حلو. حدد مما يلي العنوان المناسب للفقرة الثانية. حلو الكلام. تعالى نطلع نجيب الفقرة الثانية. انت فين اهي اللي مكتوبة بالاخضر. هنا بيقول لك ايه؟ قاصرة وخلاصة القول ان نظام التكافل في الاسلام
يكاد ينتظم التشريع كله، لأن غاية التكافل هو إصلاح أحوال الناس وتهيئة الجو لهم ليعيشوا آمنين مطمئنين على عقائدهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. يبقى هنا إيه؟ لما تيجي تبص عليها بيقول لك حدد مما يلي العنوان المناسب للفقرة. سبب اهتمام الإسلام بالتكافل تنظيم المعاملات، المفهوم الواسع ولا التكافل؟ لا يا باشا، هنا هيبقى معايا إيه؟ سبب اهتمام الإسلام بالتكافل. ما شرط استقامة العقيدة كما تفهم من الفقرة الأخيرة؟ اهتمام الإسلام بالضمان، أن يطمئن الفرد، الاهتمام بالمعاملات المالية، معالجة الفقر بالزكاة والصدقات. تعالوا نطلع نجيب الفقرة الأخيرة معلش. حلو أهي. لقد أوضح الفقهاء القدامى وعلى رأسهم الشيخ الإسلام ابن تيمية سبب اهتمام الإسلام بالضمان الاجتماعي ممثلا في مؤسسة الزكاة بأنه لا يمكن أن تستقيم العقيدة وتنمو الأخلاق إذا لم يطمئن الفرد في حياته ويشعر أن المجتمع الإسلامي يقف معه ويؤمن له حاجاته الضرورية عند العجز أو الحاجة. يبقى هنا المجتمع الإسلامي بيقول لك هنا إيه؟ في مؤسسة الزكاة. كلمات مفتاحيه بتوضح معاك الكلام. يبقى هنا ايه؟ الاهتمام معالجه الفقر بالزكاه والصدقات. ولا دي ولا دي ولا دي. حلو. تعالى بقى هنا ابو الفوارس بيقول لك ايه؟ واخذ يحس الملل يدب اليه شيئا فشيئا ووجد ان ذكرى ارض الشرب تعاوده بين حين وحين فلا يكاد يمر به يوم بغير أن تتحرك شجونه، فإذا خلا إلى نفسه بعد زحمة اليوم جاشت همومه. حلو الكلام أهو. وساورته حتى جعلت الحيرة تصغر في عينيه وتضيق به. حلو الكلام. بيقول لك هنا استنتج الشعور المسيطر على الحاج أبو الفوارس عنترة في الفقرة السابقة. هل هي كراهية النعمان؟ الراجل أصلا ما جابش سيرة نعمان في الحوار. هل هو حب عبلة وبيموت في عبلة وبيحبها واحنا كلنا عرفنا ده، بس ما جابش سيرتها برضه فين في الحوار؟ السخط والغضب موجودة بس مش هي دي اللي احنا ايه؟ اللي احنا عايزينها. طب امال اللي جاب يا مستر؟ الشوق والحنين لوطنه. ابو الشوق عم الناس وعم الدنيا وزعيم كوكب الارض في الشعر. حلو. فلم ارى غير حكم الله حكما ولم ارى دون باب الله بابا ولا عظمت في الاشياء الا صحيح العلم والادب اللبابه ولم ارى مثل جمع المال داء ولا مثل البخيل به مصابه فلا تقتلك شهوته وزنها كما تزن الطعام والشراب وخذ بنيك والايام ذخرا واعط الله حصته احتسابا فلو طالعت احداث الليالي وجدت الفقر اقربها انتبابا وان الشر يصدع فاعليه ولم ارى خيرا بالشر ابا. هات مرادف داء كما وردت في سياقها في البيت الثالث. ده هنا يعني ايه؟ اولا احنا خدنا طول عمرنا ان ده يعني مرض مش محتاج فقاقه دي تهيألي يعني. نوع اللون البياني في قوله لبنيك في البيت الخامس. حلو الكلام. هو بيقول لك خذ لبنيك والايام ذخرا. اولا انت عندك بنيك هنا موصوف، يبقى انت معاك بنيك موصوف ومعاك هنا ذخرا اللي هي صفه. طب صفه ايه؟ صفه الادخار يا بيه. ما بيقول له حوش، يبقى صفه وموصوف يبقى كنايه عن نسبه وش وانت نايم وهي كنايه عن نسبه الادخار. ميز مما يلي نوع المحسن البديع في الشطر الثاني بالبيت الاخير. اطلع ادي البيت الاخير اهو. ولم ارى خيرا بالشر. يبقى دي خير ودي شر، يبقى ده كده طباق ايجاب. طبعا هو مش محدد عايز ايجاب ولا سلب بس احنا خلينا ماشيين طباق. هات من الابيات ما يدل على اثر فعل السوء على صاحبه. حلو الكلام. يعني ايه اللي بترد له؟ فلم ارى غير حكم الله حكما لا، فلا تقتلك شهوته لا، واعطي الله حصته لا. طبعا هنا وان الشر يصدع ايه؟ فاعل، على ما يدل قوله ولم ارى دون باب الله بابا. طبعا هنا في خطا لغوي معذره، مكتوبه غلط دي صلى الله عليه وسلم، تكتب مع النبي مش مع لفظ الجلال. حلو. يبقى هنا بيقول لك الخوف من الله، الرغبه في دخول الجنه، الايمان بالله. لا طبعا اللجوء الى الله والتوكل عليه. حدد مما يلي نوع الصوره في قوله. طبعا هنا بيقول لك فلا تقتلك شهوته. هي الشهوه بتقتل يا اخواتي؟ امال مين اللي بيقتل؟ الانسان او الحيوان او اي حد من الناس دي. يبقى ده كده ايه؟ صور الشاعر او شبه. صور الشاعر او شبه مش فارقه كتير. الشهوه بانسان يقتل. يبقى ده كده معايا عمنا عباره عن ايه؟ استعاره مكنيه. المكنيه لما المشبه يبقى موجود بقول شبه واللفظ قدامي شبهت كذا بكذا. طب التصريحيه لما يبقى المشبه به قدامي وانا اجيب المشبه من دماغي اقول ده هو رمى كلمه وقصده ان شبه كذا مش موجود بايه؟ باللي موجود.
ما الدعوه التي يتبناها الشاعر في البيت الثاني؟ تعالى هات يا عم ابو الشوق احمد بيه شوقي. ولا عظمت في الاشياء الا صحيح العلم والادب اللي بابا. الراجل هنا بيقول لك ان انا ما ضربتش التحيه غير للادب والعلم، وكل الحاجات التانيه على الله ان شاء الله. ماشي يا عمنا. يبقى الراجل هنا بيقول لك الحرص على تحصيل العلم وانت مغمض عينيك. ماشي. تعالى بقى عمنا وعم الناس وعم الشرق الاوسط الحاج طه حسين، بيقول لك هنا مديك قطعه وعايز منها شويه حاجات. اولا هنا هو عايز معنى الدنيا تمام. تعالى كده ننزل والنبي الله يبارك لك. بيقول لك ميز مما يلي المراد بكلمه ممعنا. حلو. تعالى كده اهي. لم يرفع رأسه حين دخلت عليه، ولم يردد علي التحية حين أهديتها إليه، وإنما ظل مطرقا ممعنا. يعني إيه ممعن يا ولاد؟ يعني مركز. ممعن دي يعني ضارب عينه في الحاجة رصاص. يبقى هنا كلمة ممعنا يعني إيه؟ مطيلا وجادا. مطيلا وجادا، ولا تنفع قويا وشجاعا، ولا تنفع متصرفا، ولا تنفع دي ولا دي. حلو. ميز مضاد كلمة الإعراض. الإعراض يعني التجاهل. الاعراض يعني ايه؟ يعني التجاهل. حلو الكلام. طيب هنا بيقول لك اهو. هنا بيقول لك هوبا ماشي تمام اهو. وكنت خليقا ان اضيق بهذا الاعراض الذي لقيني به. انا مخنوق من التجاهل اللي هو قابلني بيه. يبقى هنا معاك اهو. عندك هنا كلمه الترحيب، عكس الاعراض الترحيب. حلو الكلام. الفرح لا. وجد الكاتب صاحبه حين دخل عليه. كان بيعمل ايه؟ تعالى كده والنبي الله يبارك لك. بيقول لك هنا اهو. وانما ظل مطرقا ممعنا في اطراقه، صامتا مغرقا في صمت، تمضي عينه رقيقه في كتاب. هو الراجل كان بيعمل ايه؟ كان بيقرا كتاب اهو. يبقى هنا كان يعمل ايه؟ يقرا كتاب، ولا مستغرق في نومه، ولا بيكتب ملاحظات، ولا منشغلا باللعب. لما يطلب منك يا عم الحاج المغزى اللي هو شبه سؤال الدلاله، طب انا اعرفه منين؟ اقول لك. انت بتدي لمخك كده اشاره وانت قاعد، هو عايز مني ايه؟ هو المقصود ايه؟ خلاصه الخلاصه، ابو نهيه من الاخر، هو عايز مني ايه؟ ما المغزى من قوله ولم يردد علي التحيه حين اهديتها اليه؟ اولا هنا الراجل كان مشغول جدا. بيان احتقاره؟ لا يا راجل. بيان مدى انشغاله بالقراءه هي دي. اظهار العداوه؟ لا. بيان مخاصمته؟ لا. لان الراجل كان مسحول فين؟ في الكتاب. حدد مما يلي نوع الصوره في يداعب هذه الصحف. حلو الكلام. هنا بيقول لك يداعب الصحف، وانا عندي هنا مساتير وحبيب قلب اخوك. ايه اللي بيداعب؟ الطفل او حيوان اليف او اي من الكلام ده. يبقى هو صور الصحف بان هي انسان بسيط او طفل صغير او حيوان اليف يداعب. يبقى وش مكنيه. لم يرفع لي رأسا حين دخلت عليه، تدل على أن صاحب الكاتب ماله بقى؟ لا يحب صاحبه. ما حصلش. ده هو بيقول لك الكلفة ما بيني وما بينه مرفوعة. متشائم؟ لا. كفيف؟ لا يرى. ما حصلش. هنا مستغرق فين؟ مستغرق في التفكير. حدد مما يلي العبارة التي تدل على قوة العلاقة بين الكاتب وصاحبه. لسه قايلها لك اهو والله. هنا بيقول لك اهو. ولولا أن الكلفة بينه وبيني مرفوعة. ولولا ان الكلفه بيني وبينه مرفوعه، يعني انا ما فيش ما بيني وما بينه تكلف، ما بنشيلش من بعض، المصلحه واحد، احنا اخوات بنمشي الدنيا لبعض. حلو الكلام. يبقى هنا اهو. وانما ظل تمضي عينا الكلفه بيني وبينه مرفوعه. حلو. ما نوع المحسن اللفظي في الكلفه بيني وبينه مرفوعه والالفه بيني وبينه متصل؟ انا عندي هنا الكلفه وعندي الألفة، دول ما بينهم يا اخواتي؟ ما بينهم جناس ناقص. طب ليه مش جناس تام؟ ما عنديش. طب تصريع في الشعر؟ طب طباق؟ والله ما في حاجه عكس بعض. واحد يقول لي بينه وبينه المفروض جناس تام، وبيني وبيني المفروض ان هي جناس تام. اقول لك لا. ليه؟ لان انت عندك الاقرب هنا وهو الكلفه والألفة، وهي ان ده كده جناس ناقص. قال احمد شوقي. خش على الادب بقى. الادب وما ادراك ما الادب. قم سليمان بساط الريح قام، ملك القوم من الجو الزمامه، حين ضاق البر والبحر بهم، اسرجوا الريح وساموها اللجامه. حلو الكلام. استنتج من البيت السابق مظهر من مظاهر التجديد عند ابو الشوق احمد بيه شوقي. عدل عن المدح الى التاريخ. لا. التاريخ ده بقى لما يقول لك نابليون، لما يقول لك رمسيس، لما يقول لك الكلام ده كله. اتجه في شعره اتجاه اسلامي ولا تاليف الشعر المسرحي؟ مفيش. مخترعات حديثه لما يقول لك طياره، قطار، مركب، بالكلام ده كله. لكن هنا اتجه في الشعر اتجاه اسلامي.
قال ابن الرومي: ضحك الربيع إلى بكى الديم وغدا يسوي النبت بالقمم. استنتج من البيت السابق سمة من سمات الشعر في العصر العباسي. حلو، كانت سمات الشعر في العصر العباسي سهولة الألفاظ، وإن الخيال صار أكثر تعقيدا، وتنوع الكلمات والكلام ده كله، والتأثر بالحضارة الفارسية وحاجات كتير كده. طيب، سهولة الألفاظ ماشي، غرابة المعنى ماشي، غموض المعنى ماشي. طب صعوبة الألفاظ لا، غموض المعنى لا. هو الراجل هنا بيصب غرابة المعنى، هو بيقول لك: ضحك الربيع إلى بكى الديم وغدا يسوي النبت بالقمم. طبعا لا، يعني هنا مفيش أي حاجة غريبة في المعنى، البيت واضح جدا. بيقول لك إن الربيع ضحك يا عم الحاج ليه؟ الفترات اللي فاتت، وبكره هيسوي النبت منين؟ بالقمم اللي هي بالحاجات العالية. يبقى هنا هتبقى ايه؟ سهولة الألفاظ. خش لي بقى هنا عمنا على مين؟ على عمنا صلاح عبد الصبور. بيقول لك: زرنا موتانا في يوم العيد، أعوذ بالله، وقرأنا فاتحة القرآن وللمنايا أهداب الذكرى، وبسطناها في صحن المقبرة الريفية، وجلسنا كسرنا خبزا وشجونا وتساقينا دمعا وأنانا. الراجل بيقول لك إن احنا رحنا الطرف في العيد وقعدنا نولول وقعدنا نلطم واعوذ بالله كده حاجات ايه كلها غريبه. وبيقول لك قرانا الفاتحه وللمنايا اهداب ذكرى، يعني للمنايا الهدب ده يا اولاد، وهو ايه؟ زي الدموع الرقيقه او الصخور الرقيقه يعني. فهنا بيقول لك ان هو هنا يعني عمل ايه؟ ان للمنايا دول اهداب ذكرى، يعني صخور ذكريات، جبال ذكريات. كتر خيرك. بيقول لك هنا: استنتج من الابيات السابقه سمه من سمات المدرسه الواقعيه من حيث الشكل. اقسم بالله، اقسم بالله تاني سؤال متوقع قوي ان هو يقول لك سمه من سمات المدرسه الواقعيه من حيث الشكل، او يا اما المضمون يا اما ايه؟ من حيث الموسيقى. حاجه من الثلاثه، مفيش تاني. بس انا متوقع الشكل او المضمون اكتر حاجه، الشكل او المضمون. الموسيقى عبيطه، ما استبعدها. مزج الصوره بالرمز ما حصلش، ما مزجش، هو ما جابش اي رمز ولا مزج حاجه ولا عمل حاجه. استخدام اللغه الحيه تمشي. الاهتمام بالخيال الكلي دون الخيال. هو فين الخيال اصلا؟ ما فيش خيال. بيقول لك: الاعتماد في موسيقاتهم على البيت الشعري ده. الناس دي اللي هي كان ايه؟ اللي بيصحى من النوم في كلمتين حلوين في دماغه بيقولهم ويروح مركبهم على بعض يقول لك ده شعر. لا طبعا، ما فيش اصلا هنا الاعتماد في الموسيقى. استخدام اللغه الحيه المستعمله في كلام الناس. ما عمال يقول لك اهو قرينا الفاتحه وعيطنا وولولنا، كلام غريب يعني، بس ماشي. قال المنصور لابنه المهدي: يا أبا عبد الله، استدم النعمة بالشكر والمعذرة بالعفو والطاعة بالتألف والنصر بالتواضع، ولا تنسى مع نصيبك من الدنيا نصيبك من رحمة الله، ولا ترفع إصبعك تكبرا على الآخرين. استنتج من الفقرة سمة من سمات النثر في العصر العباسي. هل هنا بيقول لك إيه؟ هل هنا الراجل فيه غرابة لفظ أو صعوبة؟ والله العظيم ما حصل. هل هنا كثرة الأساليب الإنشائية؟ مفيش. يعني مثلا ممكن نقول إن هنا في نداء، مفيش. هو مفيش غير أسلوب واحد. فين كثرة الأساليب؟ التأثر بمعاني القرآن الكريم. ما هو عمال يقول لك النعمة وبيقول لك العفو وبيقول لك الطاعة ومن رحمة الله. كل ده المفروض إن هو حاجات كلها ذكرت فين؟ في القرآن الكريم. قال بشار ابن برد. الراجل ده كان دماغه عالية. ونبئت قوما بهم جنة يقولون من ذا وكنت العلم ألا أيها السائلي جاهدا ليعرفني أنا أنف الكرم. بيقول لك إن إيه الدنيا ديت سألوا الناس عليا وفيهم عفاريت بيقولوا مين دوت وانا كنت صاحب العلم. قال لك يا اللي بتسألوا عليا كده مجتهدين، انا الايه اجدع واحد في الدنيا ورجولة الرجولة. طبعا ده كلام عشوائي اللي انا بقوله، بس يعني المختصر المفيد. استنتج من البيتين السابقين سمة من سمات الشعر في العصر العباسي من حيث التصوير. خلي بالك من حيث التصوير. اولا هنا بيقول لك ايه؟ الحرص على محاكاة الطبيعة ولا تقليد القدماء. اللي قلد القدماء كانت ايه؟ مدرسة الإحياء والبعث. يبقى الراجل ده مش تبعنا. طب ايه؟ الحرص على محاكاة الطبيعة. مفيش اصلا، ولا اتكلم هو ولا في صخور ولا في ميه ولا في نجوم ولا في اي حاجة. الميل للبساطة والوضوح. فين البساطة والوضوح ده؟ مفيش بربع جنيه بساطة ووضوح. يبقى هنا ايه؟ الميل في صورهم للتعقيد والعمق. ليه؟ لان احنا قلنا ان حصل في العصر العباسي ان الخيال اصبح اكثر تعقيدا. اصبح ايه؟ اكثر تعقيدا. هنا بيقول لك ايه؟ اقرأ ثم اجب. حلو الكلام. قال حافظ ابراهيم. حلو الكلام. شاعر النيل. ايها الطفل لا تخف عنت الدهر. عنت يا ولاد يعني شدة الدهر او قوة الدهر.
يبقى شدة أو قوة. حلو الكلام. ولا تخشى عاديات الليالي. العاديات اللي هي إيه؟ والعياذ بالله المصائب أو الشدائد أو الصعوبات، كل ده ينفع جدا عادي جدا، صباح الفل جدا. تمام. قيض الله للضعيف نفوسا تعشق البر من ذوات الحجال. أي ذوات الحجال عشتن للبر ودمتن قدوة للرجال، لم يكونوا ليدركوا المجد لولا كن أو يسلكوا سبيل المعالي. بسمة تجعل الجبان شجاعا وتعيد البخيل أكرم نال. حلو الكلام. طيب ذوات الحجال يا ولاد، ذوات يعني صاحبات. حلو الكلام. الحجال ده وهو ايه؟ زي الخيمه او الحاجه اللي النساء بتتزين فيها، مكان او يعني زي الكسوه كده بتاعه التزين. حلو الكلام. طيب هنا بيقول لك ما نوع الخيال في قوله ذوات الحجال. احنا قلنا ان الكنايه عن موصوف لما يجيب لك يقول لك يا ابن فلان، يا ابنة فلان، يا مثلا يا ذا كذا، يا ذات كذا، يجيب لك اسم جماد، لغه الضاد، اي حاجه من الكلام ده كله يقصد حاجه، فاهمني، هو مش موجوده بس معبر بيها عن حاجه ثانيه، يبقى دي كده وش كنايه عن موصوف. كنايه عن ايه؟ عن موصوف. ميز نوع الصوره وسر جمالها في قوله لا تخف قوه الظهر او عنت الظهر. طب هو العنت ده يا ولاد قوه او الشده صفه بتاعت مين؟ بتاعت الانسان. يبقى هنا شبه الظهر بانسان قوي. يبقى هنا جبتك معايا استعاره مكنيه غرضها التشخيص، ان هو صور الايه؟ الظهر بانسان قوي، وهنا شخص. حلو. ما الغرض البلاغي من النداء في صدر البيت الثالث؟ أي ذوات الحجال. حلو. عشتن للبر ودمتن قدوة للرجال. حلو. هل هو التهديد ولا العتاب ولا الإشفاق؟ لا طبعا، ده هو بيقول لهم انتوا عشتوا قدوة للرجال. يبقى هنا ولا عتاب ولا تشفيق ولا ايه تهديد. قيض الله للضعيف نفوسا. اسلوب قصر وسيلته ايه؟ المفروض قيض الله نفوسا للضعيف، حط شبه الجملة في النص، يبقى ده اسلوب تقديم ما حقه التأخير، اسلوب قصر بتقديم ما حقه التأخير. حلو. حدد مما يلي نوع المحسن البديعي في البيت الأخير. تعالى كده اهو، بيقول لك بسمة تجعل الجبان شجاع. ادي عندك الجبان وادي عندك شجاع، يبقى ده كده المفروض ان هو ايه؟ وعندك البخيل وعندك اكرم، يبقى ده كده طباق ايجاب، مفيش سلب مفيش نفي. لما يطلب منك كده يبقى ايه؟ نفي. خش لي بقى على عموم اشقية مصر النحو. لا ينكر الحق نقط يكره الخير للناس. حلو الكلام. املأ الفراغ في العبارة السابقة بالصيغة الصحيحة. عايزك تحط غير او سوى. كلام جميل. اولا سوى امرئ، طبعا ايه؟ لا ماشي، هنا خلينا ماشيين واحده واحده. غير امرأ، لا طبعا هي غير تنفع، بس امرأ مكتوبه غلط. الا امرأ، والله يعني ايه؟ ماشي، بس ده المفروض ان هو استثناء ناقص منفي. مين اللي بينكر الحق؟ ما خدتش معلومه، يبقى دي ما تنفعنيش. طب انا هنا عندي سوى امرئ، الكلمتين دول او هنا الاجابتين صح، بس في واحده صح لسبب واحد. ايه هي بقى؟ كتابة كلمة امرئ. امرئ. طبعا هنا الإجابة تبقى ايه؟ سوى امرئ، لأن هنا الإجابة بتاعت كلمة امرئ غلط، مكتوبة غلط. حلو الكلام. لم يقدر بين الناس. املأ الفراغ في الجملة السابقة بالصيغة الصحيحة. حلو الكلام. مين اللي يقدر؟ يقدر ده خلي بالك ان هو مبني للمجهول، يبقى لم يقدر بين الناس خلا أولي الفضل ولا إلا أولو الفضل ولا إلا أولي، ولا طبعا سوى أولو الفضل اللي بيجي بعد السوى بيبقى مضاف إليه ما ينفعش، إلا أولي ما تنفعش. أنا عايز هنا نائب عن الفاعل يا جدعان، يبقى إجابتك إلا أولو الفضل. يبقى هنا ناقص منفي تاني، وبرده ده كده عايز يكمل بإيه؟ بنائب عن الفاعل. ما كوفي أحد من المتفوقين غير الأول. حلو الكلام. سبب رفع كلمة غير في الجملة السابقة، هو هنا بيقول لك ما كوفئ برضو مبني للمجهول، أحد نائب عن الفاعل، من المتفوقين إلا الأول، يعني احنا هنا هنشيل غير ونحط مكانها إلا. حلو الكلام. يبقى إذا إعراب الأول هنا بعد إلا هتبقى حاجة من الاثنين، وتنفع الاثنين مع بعض، يا إما مستثنى منصوب جائز النصب، يا إما بدل مرفوع علامة رفعه الضمة. بس الراجل هنا إيه؟ رفع كلمة غير. حلو الكلام. فطبيعي ان انت هتختار بدل، ولا هينفع هنا نائب عن الفاعل ولا فاعل ولا مبتدا مؤخر، لان انت معاك نائب عن الفاعل بتاعك. حلو.
سؤال متوقع جدا بقى اللي جاي ده. المصريان كلاهما متفانيان في اداء الواجب. حلو الكلام. بيقول لك عند ادخال ان على الجمله السابقه هتعمل ايه؟ هيقول لك هنا انا احط ان تنصب الاسم، يبقى انا اقول له هنا ان اهو المصريين. حلو الكلام. خلي بالك بيقول لك متفانيان، متفانيان. حلو. يبقى انا هنا هقول ايه؟ هقول لك كلاهما متفان، تنفع. وممكن اقول ايه؟ ان المصريين كليهما متفانيان. صح. تعال شوف الاجابات بتقول لي ايه. ان المصريان، ادي اول حاجه بسم الله غلط. ان المصريين كليهما، والله لحد هنا صح. متفانيين غلط. ان المصريين كلاهما متفان، ماشي. ان المصريان برضه غلط. يبقى انت الاجابه المناسبه اللي هو مديها لك ان المصريين كلاهما متفان. كلاهما هنا بقت ايه يا باشا؟ مبتدا وخبر، والخبر من الايه؟ من المبتدا، والخبر خبر لمين؟ لان. طب ما ينفعش اقول، يعني انا هنا ما ينفعش اقول ان المصريين كليهما متفانيان وربنا ينفع وربنا المعبود ينفع، بس هي مش موجوده في الاجابات. هعمل ايه؟ اختار المناسب. يروي الفلاح الارض، اسند الفعل يروي الى واو الجماعه ونون النسوه على الترتيب. سؤال جامد قوي، سؤال حلو قوي قوي. طيب لما اجي هنا، هو انا عندي المفروض ان يروي هي روى، يبقى الواو هنا موجوده معايا. حلو. فانا لما اجي اقول على واو الجماعه هقول يروون، احط واو الجماعه. حلو. طب انا هنا المفروض ان انا لما باجي اقول على ايه؟ تروي او تروي تروينا. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى انا هنا عندي ايه؟ عندي ب يروون ويروينا، ولا ينفع دي ولا تنفع دي ولا تنفع ايه دي. ذوي الارحام هم الاولى بالمعروف. بيقول لك الصياغه الصحيحه من الجمله السابقه للجمع المؤنث السالم. حلو. ذوات الارحام هن الاولويات ولا ذو الارحام؟ لا بص بقى، عشان احنا نبقى ايه؟ ماشيين بقاعده مهمه. افعل التفضيل يا بيه مؤنثها فعله، يعني اكبر كبرى، يعني اولى تبقى وليه. وصلت؟ يبقى انا هنا لما اجي اجيب دول هقول لك ايه؟ ذوات الارحام هن الوليات بالمعروف، ولا تنفع دي ولا تنفع دي ولا تنفع دي. خالصه معايا بالصلصه؟ تمام. ما المجافي أصدقاءه بساع لنجدتهم. عند جعل العبارة السابقة للجمع المذكر تصبح هو أنا هنا خلي بالك إن أنا عندي بساع الياء طايرة محطوط كسرتين، يبقى أنا أخليها بساعين. لازم وأنا إيه؟ بسني وأجمع برجع الياء تاني. يبقى هنا ما المجافين، لا يا عم غلط. ما المجافوا أصدقائهم، ما المجافون أصدقائهم بساعين لنجدتهم. أهي. إن عزاء يريح نفس المؤمن خير من أمل كاذب. حدد نوع الهمزة في كلمة عزاء. خلي بالك إن هنا إن أنا عندي ده سؤال متوقع برضو. ليه؟ أنا عندي الهمزة يا أولاد عشان تبقى أصلية لازم لما أجيب الماضي تبقى موجودة، والمنقلبة أنا بجيب منها المضارع أو المصدر وبعرف هي منقلبة ولا لأ. الزائدة للتأنيث دي اللي هي بتبقى في صحراء حمراء، دي كلها إيه؟ إحنا فاهمينها كويس. حلو. أو اللي هي الزائدة عموما. حلو. طيب يبقى انا عندي هنا ايه؟ عزى يعزي، بس خلاص منقلبه عن ياء. في المضارع هنا المفروض ان هي منقلبه عزاء بس اهي، ده المصدر. يبقى هنا المفروض ان ده كده ايه؟ منقلبه عن ايه؟ منقلبه عن ياء. شاهدت كل الأصدقاء صديقا واحدا. ميز من ميال البديل الوحيد الذي لا يصح وضعه مكان النقط. لا يصح يعني أنا عندي هنا إلا تنفع، ما عدا تنفع، خلا تنفع، الوحيدة اللي ما تنفعش غير. طب ليه؟ عشان اللي بيجي بعد غير بيبقى مضاف إليه، كلمة منصوبة يا عمنا. يبقى هنا المفروض كان قال لك غير صديق، يبقى كل دول ينفعوا ما عدا مين؟ ما عدا غير. بيقول لك اختر من بين البدائل التاليه الجمله الصحيحه التي بها ملحق بجمع المذكر السالم. ماشي. اولا بيقول لك المؤمنات، لا طبعا. لا يعرف الفضل لاولي الفضل الا اولي الفضل. لا هنا لا يعرف الفضل لاولي الفضل الا
قولوا الفضل. ليه؟ انا عندي قوله هنا موجوده. طب يا مستر ليه؟ بص خلاص كده دي كده دي ودي بلح. طب دي ليه يا مستر دي ما تنفع؟ لا يعرف الفضل لأولي الفضل الا أولي. المفروض ان انا هنا عايز فاعل. لا يعرف الفضل، لا يعرف الفضل، يبقى الفضل هنا المفروض ان هي معايا ايه؟ مفعول به مقدم. لأولي الفضل ده كده المفروض اسم مجرور، وادي الفضل عندي هنا ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن نعت. حلو الكلام. سوري، عباره عن مضاف اليه. ماشي. يبقى هنا لا يعرف الفضل لأولي الفضل الا أولي الفضل، لان انا هنا محتاج ايه؟ محتاج فاعل. بيقول لك هنا علق على البيت في سطرين. طبعا ده التعبير هيجي لك كده وهتكتب طبعا من دماغك. وعندك هنا اكتب مقال في حدود 10 اسطر عمر الانسان يقدمه. هتذيع بقى ايه على قد ما تقدر عشان ما اطولش عليكم كده. برضو نكون خلصنا. والله يعني التعبير مش عايز اعمله، بس انا بقول الاسرع والانجز عشان ما نطولش عليكم برضو، عشان في ناس بتتفرج قبل الامتحان بحاجات بسيطه. كل التوفيق ليكم، اشوفكم على خير. بشكر كل الناس اللي بتتابعني، وبشكر كل الناس اللي بتشاهد المراجعات بتاعتنا، والناس كمان الحلوه الجميله اللي بتعمل لي كومنتات. كتر الف خيركم، ربنا يوفقكم في الامتحان ان شاء الله باذن الله تعالى كده، تفرحوا وتخرجوا من الامتحان مجبورين الخاطر ان حيانا ربنا، واذا شاء المولى عز وجل ان احنا نتقابل السنه الجايه في مراجعات او في اي حاجه جديده ان شاء الله نتقابل. اشوفكم على خير، كل التوفيق ليكم، توحشوني، سلام.